هل رقم واحد يكون كفاية بالنسبة للديسيجن ميكر؟ يعني أنا دلوقتي لما بعرض ريبورت وعامل شغل كتير جدا، هل رقم واحد هيكون كفاية بالنسبة له؟ طيب أنا عايز أسألك سؤال، المانجر بتاعك بيحضر كام ميتنج تقريبا في اليوم؟ هنقول اون افريج 3 4، طبعا ممكن أكتر من كده بس هنقول 3 أو 4. طيب يعني بيحضر، لو قلنا 4 مثلا يعني بيحضر في الأسبوع بيحضر 20 ميتنج، يعني في الشهر بيحضر 80 ميتنج. 80 ميتنج دول لو انت مش هنتكلم على الدايركت مانجر، هنتكلم مثلا على السي او او الدايركتور اللي انت بتعمله برزنتيشن مره او مرتين في الشهر، بيشوف 80 برزنتيشن في الشهر. فهل هيفتكر البرزنتيشن بتاعتك كلها؟ هيفتكر كل حاجه فيها؟ اكيد لا. فانت محتاج دايما تركز على رقم او اتنين، هم دول اللي انت تركز عليهم في البرزنتيشن بتاعتك، بدايه من السبيتش اللي انت بتقولها في الاول قبل ما تعرض التقرير بتاعك. ازاي تقول له المعلومه اللي هو هيشوفها؟ هقول المعلومه قبل ما يشوفها، لان هو انت هتقول له المعلومه، اول ما هتفتح الداشبورد هيدور على المعلومه دي، وهتبتدي تكررها تاني في الداشبورد، فكل ما هتكرر المعلومه كل ما هتثبت في عقله بشكل اكبر. هتلاقوا لينك موجود مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها، ادخل على اللينك ومستني اشوفك في الكورس.